يا حبيبي ما فيش حاجة اسمها شغف، في حاجة اسمها انك تجبر نفسك، والنفس ينبغي ان تجبر على ما تكره من الامور النافعة في الدنيا والدين. لو ما اكرهتش على الامور النافعة في الدنيا والدين انت هتروح في حتة صعبة. يعني لازم انت تجبر نفسك وتحمل نفسك على الصالحات والامور النافعة. إني لأكره الرجل، قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي في أصل باب التفاهة، قال إني لأكره الرجل يمشي سبهللا لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة. وقال ابن مسعود ذكره السخاوي وغيره، قال إني لأمقت الرجل أراه فارغا فاضي لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة. لازم تكره نفسك على الدراسة. طبيعي أنا واحد ما بطيقش ان انا اقعد على الكتاب ساعة وساعتين. ما انت هتحمل نفسك حملا، هتحملها، هتدفعها دفعا، هتجبرها اجبارا على انها لازم تذاكر، لازم تتفوق، لازم تقوم الليل، لازم تصلي الفجر. ما طبيعي. وعجب ربك من رجل قام من بين حبه واهله من بين فراشه ودثاره، في الدفا وجنب أهلك ومتغطي والدنيا جميلة، فجأة تسيب كل ده عشان تنزل. ما طبيعي. وفين الشغف في كده؟ انت بتضرب شغفك بالنار.